الفيديو بتاع النهاردة للناس اللي بتلوم على الناس اللي بتعمل فيديوهات مش كويسة. تمام؟ كملوا معايا الفيديو لحد الآخر عشان تعرفوا مين اللي غلطان بالظبط. انتوا بتلوموا على الناس اللي بتعمل فيديوهات مش كويسة، تمام؟ وطبعا هم ناس مش كويسين ومش محترمين، انا معاكم في كل ده. طيب بالله عليكم انتوا قدام نفسكم لما تلاقوا فيديو مش كويس، بالله عليكم بتلاقوا التعليقات واللايكات والمشاهدات قد ايه؟ من غير ما انا اتكلم كده كل واحد دلوقتي بيسمعني هيقول بلاقي عليه مشاهدات كتير. يبقى مين اللي بينجح الناس دي؟ احنا. انا عن نفسي ما بتفرجش عليهم، انا بمر عليهم كده مرور، يعني ما بتفرجش اصلا على الناس ديت، ما يشرفنيش ان انا اتفرج عليهم. وممكن اللي بيسمعني برضو ما يكونش بيتفرج عليه، بس في فئة كبيرة جدا بتتفرج عليهم. وبنرجع نقوله ايه؟ الفيديوهات الوحشة مالت الدنيا. طب مين اللي بيشجعهم؟ احنا اللي بنشجعهم، احنا اللي بنشجعهم يتمادوا في كده. ما هو لو الناس لقت واحدة طالعة محترمة بتقدم محتوى محترم وبتكبر او بتنجح او بتجيب مشاهدات او والله العظيم لكل الناس تبقى محترمة. ليه؟ لاني انا هبقى شايفة الفيديو دوت نجح. طب الفيديو ده مين اللي عامله؟ ده واحدة محترمة. الترندات اللي بتطلع من الناس المحترمة. طب ليه انا ما بقاش محترمة وابقى زيهم؟ لا، اللي بيحصل العكس. اي فيديو غير محترم يسمع، يطلع ترند، يجيب مشاهدات، فبالتالي انتوا اللي بتعينوا الناس تعمل الغلط. ما هي الناس لو لقياكوا بتشجعوا الناس المحترمة هتبقى كل الناس هتكون محترمة. انما العكس اللي بيحصل، انتوا بتشجعوا اللي مش محترم، انتوا بتدوا فلوس للي مش محترم. ما هو انتوا لما تسمعوهم وتعملوا لهم لايكات وتكتبوا لهم كومنتات، حتى لو كومنتات شتيمة، ما تستاهلش ان انت تكتبي لها كومنت شتيمة، ما تستاهلش اصلا ان انت تتفرجي عليها، ولا تستاهل ان انت تشتركي لها. ليه؟ بتلاقي عندهم كمية ناس مشتركة عندهم وكمية ناس بتسمعهم كبيرة جدا. فليه بقى انا ما اعملش الغلط؟ انا بتكلم عن الناس اللي اخلاقها مش سوية، مش بتكلم على كل الناس. فيبقى احنا اللي بنشجع الغلط، واحنا اللي بندي فلوس للناس الوحشة، واحنا اللي بنحفز ان الناس دي تكتر وتكتر وتكتر وتكتر. ونرجع نقوله ايه؟ القيامة هتقوم. ده بقى يعني الحاجات الوحشة منتشرة جدا. العيب فينا، والله العظيم العيب فينا. مفيش واحدة محترمة بنلاقيها كبرت ونجحت وبقت تروح وتاخد جوائز تتكرم، قناتها علت. لا، مفيش. انا مش بتكلم، انا لسه طالعه، يعني انا لسه عامله محتوى، انا لسه طالعه، وعارفه ان نجاحي هيجي باذن الله ثم انتوا، بس بعد فتره كبيره جدا جدا جدا. انا فاهمه كده كويس، وفاهمه ان الحاجه المحترمه مش بتكبر بسرعه، وراضيه. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرني ان شاء الله باذن الله. بس عارفه ان النجاح هيجي متاخر، والحمد لله الحمد لله مقتنعه وراضيه بيه. والنجاح جاء بعد سنه 2 3، انا مفيش عندي اي مشكله. المهم اللي هو يكون محتوى محترم، ويكون محتوى يعني ارضي الله بيه. بس فانا عايزه اقول لكم النهارده ان بالله عليكم اللي يسمع اي فيديو يكون مش كويس بلاش يشجعه. بالله عليكم بلاش نشجع. والله العظيم لو انا وانت وانتي وكل الناس او نص الناس ما شجعتش الناس اللي زي دي، الناس دي قناتهم هتقع، الناس دي محدش هيسمعهم، الناس دي مش هياخدوا فلوس على الحاجات اللي بيعملوها. فبالتالي ممكن يبطلوا اللي بيعملوه ده لو لقوا حاجة كويسة الناس بتحبها وبتشجعها.